عليكم. في اللحظة اللي حضرتك بتتفرج على الفيديو ده بيتم مخطط لتفكيك مصر داخليا أولا، وبيتم مخطط لاحتلال مصر. أيوة زي ما بقولك كده يا باشا، وكله فاهم أنا بتكلم عن مين وبقصد مين. دلوقتي يا باشا مصر بيتم عليها مخطط قوي جدا، فلابد إن الشعب المصري يكون واعي وفاهم. لازم تبقى واعي وفاهم إن وطنك ده غالي. وطنك ده زي ما أنا قلت هو بيتك بالظبط. لو حافظت على وطنك يبقى حافظت على بيتك وأهل بيتك. وطنك ده يسكن فيه أمك وأمي وأختك وأختي وأبوك وأبويا، فلابد إنك تحافظ عليه. تحافظ عليه إزاي يا باشا؟ حصن عقلك. هما دلوقتي من ضمن مخططاتهم إنهم بيهاجمونا بالإعلام. بيهاجمونا بالإعلام إزاي؟ بيزرعوا جوه عقولنا عبر قنواتهم التلفزيونية أو عبر السوشيال ميديا، قنوات تابعة ليهم، فكر إن التشتت، إن الشعب يبقى متشتت، إن الشعب ما يبقاش متوحد مع الجيش ومع السلطة. اصحى للنقطة دي. لابد ان الجيش المصري والشعب المصري يكون ايد واحدة، لان الجيش مين يا جماعة؟ الجيش اخوك واخويا، ابن خالتك وابن خالتك، عمك وعم. الجيش هو الشعب. لو ما دعمتش جيشك وما دعمتش القيادات السياسية في الوقت اللي احنا فيه ده، قسما بالله لا تفقد وطنك. اقسمت بالله لا تفقد وطنك. الوطن غالي، لابد انك تحافظ عليه. لازم تطلع حتى لو في كومنت على اي تواصل اجتماعي، تطلع تقول تحيا مصر، تحيا الجيش المصري، يحيى الرئيس عبد الفتاح السيسي. تطلع تقول احنا في ظهرك يا جيش، احنا في ظهرك يا رئيس بلدي. هم عاوزين يشتتونا، عاوزين يستنزفونا اقتصاديا وعسكريا. دلوقتي الحمد لله مفيش جيش صامد ولا جيش منظم في المنطقة غير الجيش المصري. خطتهم بقى انهم يفتتوا مصر داخليا، عاوزين يفرقونا ويشتتونا. بس احنا الحمد لله مش هنتفتت. احنا هنطلع نقول احنا في ظهرك يا جيش بلدي، احنا في ظهرك يا رئيس بلدي، وهنفضل ندعم الجيش وندعم الرئيس. لابد ان الشعب يبقى في تكاتف. لابد ان مصر كلها تبقى ايد واحدة. طول ما مصر كده محدش يعرف يهزنا. طول ما مصر بجيشها وشرطتها ورئيسها وقيادتها والشعب كده محدش يقدر يهزنا يا جماعة. لابد ان نردهم على مخططاتهم ومحاولاتهم لتفكيك مصر. عاوزين يفككوا الشعب بفكر. من يومين طلع اعلامي على قناه اسمها مأخرين، طلع يقول لك الشعب ساكت ليه، ده الحاله الاقتصاديه مش عارف ايه، ده الحاله الاقتصاديه ايه. عاوز يفتت افكارنا ويشتتنا من بعض. عاوزين يبقى داخل مصر خلافات وذبذبات، عشان وقت ما يحبوا ينفذوا خططهم المعلومه اللي معروفه للعالم كله وانت عارفها وانا عارفها وفاهم انا اقصد مين، يقدروا فعلا ينفذوها. بس احنا مش هنسمح لهم بكده. احنا هنطلع نقول احنا في ظهرك يا جيش بلدي، حتى لو في كومنت. لازم نوصلهم ان احنا ايد واحدة. لازم نصدهم. هما بيواجهونا بس بطريقة غير مباشرة، وانت عارف انا اقصد مين، اقصد الكيان. بيواجهونا بطريقة غير مباشرة. عاملين علينا حصار كده. حصار ايه؟ حلقة من نار كده. حلقة من نار ايه؟ عندك ملف سد النهضة، هما اللي بيدعموه. عاوزين يوقعونا، بس احنا ان شاء الله مش هنقع، وهنبقى في تكاتف. وكل الشعب المصري هيبقى فاهم وواعي بكده. وهنطلع ونقول احنا في ظهرك يا جيش بلدي، احنا في ظهرك يا رئيس. لازم نوصلهم ان احنا ايد واحده، واحنا واقفين يا كتف رجل جنب كتف مع بعض، واحد كده وقوه عزوه. مفيش حاجه تهزنا. شايفين اللي بيحصل؟ كل الدول دلوقتي بقت بتدور على مصالحها. لابد ان مصر تدور على مصالحها، مش عيب ولا غلط ولا حرام. كل دوله تدور على مصالحها. كله بيقول يلا يا نفس، كل الدول. واحنا لازم ندور على مصالحنا ونخاف على الوطن، لان الوطن غالي. زي ما ربنا قال اللي بيستشهد في سبيل الوطن دخل الجنه. احنا هنحافظ على وطننا وهنطلع نقول احنا بندعمك يا جيش بلدي، احنا بندعمك يا رئيس بلدي. تحيا جيش مصر، اعظم جيش في العالم كله. الحمد لله الجيش بتاعنا بقى قوي. الحمد لله جيشنا قوي. عندنا جهاز مخابرات قوي. بلدنا حلوه. بلدنا باذن الله راجعه ونهضه، رغم انف كل الاعداء. راجعين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم يا جماعه.